تخيلوا ان في طفل بيسمع اكتر من طفل تاني 30 مليون كلمة. ايوه زي ما سمعت كده، 30 مليون كلمة مش 30 ألف كلمة. تفتكر ده ممكن يعمل فرق في الكلام ولا كله في الآخر هيتكلم وخلاص؟ في تجربة غيرت فهمنا تماما لتطور اللغة عند الأطفال. 2 باحثين اسمهم ريزلي وهارت قرروا يعملوا تجربة ويراقبوا فيها أطفال 24 ساعة في أسبوع في شهر في سنة. تخيل كده قعدوا قد إيه يراقبوهم في ظروفهم الحياتية في بيتهم مش في معمل مقفول. بدأوا يسجلوا الكلمات اللي الأطفال دول بيسمعوها، وتخيل حصل إيه؟ اكتشفوا إن في أطفال بتسمع كلام طول الوقت ومتنوع وجديد، وفي أطفال مش بتسمع غير بس أوامر: خد، حط، هات، تعالى، روح. وفي فرق بدأ يكبر يوم عن يوم. الرقم اللي قلب كل حاجة بعد 4 سنين من المراقبة لقوا إن في أطفال اللغة عندهم اتطورت عن أطفال تانيين بفرق وصل 30 مليون كلمة. أيوة 30 مليون كلمة. 30 مليون فرصة للتعلم للأسف راحت من طفل وخدها طفل تاني. مش بس كده، الأطفال اللي سمعوا كلام أكتر، جملهم أكبر، مفرداتهم أكتر، استجابتهم أسرع، مهاراتهم الاجتماعية أعلى بكتير. يعني الموضوع مش ذكاء بس، الموضوع تعرض. الأطفال اللي بتسمع أكتر خاضت تجارب أكبر وأفضل. لكن ليه الكلام بيبني كلام؟ المخ عند الطفل عامل زي عضلة، كل كلمة بيسمعها تمرين، كل جملة جديدة بتوصله تدريب. لكن في فرق كبير بين إنه يسمع وإنه يشارك، لأن اللغة بتكتسب بالمشاركة مش بالاستماع بس. السؤال هنا، ابنك بيسمع قد إيه؟ مش في نفس المكان، في نفس الحوار اللي بينك وبينه. هل بتسأله؟ هل بتستناه يرد عليك؟ هل العملية رايح جاي مش رايح بس؟ ولا يا ترى أغلب الكلام أوامر؟ الفرق الحقيقي يظهر من هنا. لو اللغة بتتبني بكلمة، صدقني كل كلمة منك بتفرق. عالم عادل بنفهم بهدوء علشان نربي بوعي. مفيش حل سحري، بس في طريق طويل مليان حلول. لو حابب تمشي معانا تابع القناة ونكمل سوا في الحلقة اللي جاية.